هانتي يا اختي الحبيبه، غنعطيك جميع الاسرار باش ينجح معك فقاس. الا ما كانش كيصدق لك الفقاس، ولا كان كيفقسك، ولا كيتشقق ليك، ولا كيتهرس، ولا ما كينجحش معك في هذا الفيديو هذا، ان شاء الله غتشوفي جميع الاسرار باش ينجح معك الفقاس. ما غنبخل عليك بتا شي سر. الطريقه هذه اللي كنخدم بها فقاس عندي معتمده من سنين وما نقدرش نبدلها، واللي ذاق فقاس ديالي كلشي كيحماق عليه. غنعطيك جميع الاسرار باش ما يتهرش لك، ونعطيك الاسرار كيفاش ديري طيبيه وكيفاش ديري تقطعيه وكل شيء. اي حاجه ان شاء الله بحول الله غتشوفيها في هذا الفيديو. وانتم ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وتعليقاتكم الزوينه، حيت كتهمني بزاف بزاف بزاف. وخا غير قليب، ديروا لي غير قليب في كومونتير، هذاك القليب راه غادي يحفزني على الاستمرار. والله يسهل عليكم كاملين 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 يا ربي في هاد العواشر. اول حاجه غادي ناخذوا 6 البيضات الحجم كبير، غنديروا معاه 2 كيسان ديال السكر القياس بكاس ديال العنبه، وكيس ديال النكهه ديال زهره البرتقال. هاد الكيس هذا ديال النكهه ديال زهره البرتقال راه هو اللي كيعطي داك الريحه غزاله في الفقاس، وكيعطي داك البنه في الفقاس. راه كيجي غزال بداك النكهه، ضروري ديروا نكهه زهره البرتقال. ومن بعد كتخلطوا داك البيض وداك السكر حتى كيذوب السكر مزيان مزيان مزيان. عاد كتزيدوا 2 كيسان ديال الزيت، كديروا 2 كيسان السكر 2 كيسان ديال الزيت وكتخلطوا مزيان مزيان. ومن بعد كنديروا معلقه كبيره يا اما ديال الماء الزهر يا اما معلقه ديال الماء اللي متوفر عندكم، وكنديروا نص معلقه كبيره ديال القرفه. هاد القرفه هذه راه كتعطي واحد البنه غزاله للفقاس وكتعطيه اللون. كما كتعرفوا بلي الزهر كيتواتى بزاف مع القرفه. صافي. ومن بعد كنزيدوا نص كاس ديال النافع، نص كاس ديال حبه حلاوه، وكاس ديال الزنجان. وكديروا الكميه اللي متوفره عندكم، اللي بغيتو ديال الكركاع ولا ديال الكاوكاو. انا الصراحه كنفضل انني ندير فقاس بالكركاع حيت كيجي هماوي وكيجي في المذاق غزال غزال. المهم ديروا الكميه اللي بغيتو ديال الكركاع، وديروا معاها شويه ديال الكاوكاو ولا شويه ديال اللوز. الكاوكاو كنفضل انني ندير هذاك الصغير، داك البلدي هذاك كيجي حسن مع الفقاس، ما كيجيش عاطي داك النسمه مجهده ديال الكاوكاو. صافي. كتخلطوا هادشي هذا كلشي مزيان مزيان. من بعد كتبداو تزيدوا الدقيق شويه بشويه. 6 ديال البيضات غادي ياخذوا لكم من 900 حتى 950 غرام ديال الدقيق، ما كياخذوش كيلو كامله. المهم ان العجينه ما خاصهاش تكون نهائيا قاصحه، خاصها تكون رطبه باش ما يتهرش لكم الفقاس فاش تكونوا كتقطعوه. درت هنايا 950 غرام ديال الدقيق، ودرت معاه 2 اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، يعني 16 غرام في المجموع. صافي. من بعد جمعت العجينه ديالي. العجينه كي خاصها تكون رطبه، ضروري ضروري العجينه كي خاصها تكون رطبه. صافي. من بعد منين عجنتها شكلت بها حريبل كبير. شوفوا كنبقى كندور ندور ندور ونجمع من التحت، ندور ونجمع من التحت هكا باش ما كيجينيش الفقاس ديالي خاوي من الداخل. ضروري ديروا هذه المرحله باش ملي تكونوا كتقطعوا الفقاس ديالكم ما يجيكمش خاوي فاش تكونوا كتقطعوه، ما كيجيش في المنظر نهائيا زوين. ما تقدروش تحطوه هكا للضياف ولا. المهم هاد المقادير هادو اللي عطيتكم غتصيبوا فقاس وغينجح معكم ان شاء الله بوجهكم احمر. صافي. كما قلت لكم كنشكلوا حريبل كبير، ومن بعد هذاك الحريبل كنشكلوه على 4 ديال الحريبلات صغار. المهم النصيحه اللي غادي نعطيكم هي انكم فاش تشكلوا هاد الحريبلات في الطول ماشي مشكل، واخا يكون شي طويل شي قصير، ولكن في الحجم كيخاصهم يكونوا نفس الحجم. في الدوره هكا فاش تكونوا كدوروا يكونوا نفس الدوره، باش منين تكونوا كتقطعوا الفقاس ديالكم ما يجيكمش شي كبير شي صغير شي طويل شي قصير، باش كيجيكم نفس الحجم. باش هكا الا استفتوه في شي بلاطو ولا شي طبسيل كيجي حجم واحد وكيجي عاطي العين. مهم. والنصيحه اخرى اللي غادي نعطيكم هي انكم حاولوا ديروا حريبلات يكونوا شويه كبار، حيت الفقاس الكبير كيكون هماوي وعاطي العين، والفقاس الصغير كيكون محكور. كانوا الناس كيديروا شحال هذه فقاس صغير، اما دابا راه فقاس كبير هو اللي ولا وكيجي زوين في المنظر وكيجي عاطي العين. صافي. من بعد هذوك الحريبلات حتى هما كنبقى ندورهم ونجمع من التحت، ندور ونجمع من الجوانب باش ما كيجينيش فقاس خاوي من الداخل. هانتوما شوفوا كيف ما موضح في الفيديو، كندور وكنجمع من التحت، كندور وكنجمع من التحت. صافي. استمريت هكايا، راني كنبقى كندور بزاف باش ما كيجينيش خاوي. استمريت هكا حتى كملت هذوك الحريبلات ب4 ديالي. المهم نتوما تقدروا تقسموهم على 4 ولا على 6 ولا على 7، المهم على حساب القياس ديال التبصيل ديالكم وعلى حساب القياس ديال الفران ديالكم. المهم انا هنايا قسمتهم على 4. صافي. ومن بعد درتهم في الطبسيل اللي غندخلوا الفران. ضروري يا اما تفرشوا له ورق الطبخ ولا دهنوه بزويته، وانا كنفضل انكم ديروا ورق الطبخ غير بدرهم باش هكا كتهناو مع راسكم وكتضمنوا ان فقاس ديالكم ما غيلصقش ليكم. وحاولوا انكم تباعدوا دوك الحريبلات، ضروري ما تبعدوهم حيت راهم كيتنفخوا. انا في الاول فاش كنت يلاه كنصايب فقاس واحد المره كنت قربتهم وتلاصقوا ليا،
فاش تنفخوا تلصقوا لي، وفاش بغيت نقطعهم ولا كيتهرس ليا من الجناب وما جانيش مزيان. المهم حاولوا انكم، هذه نصيحه اخرى، انكم تبعدوا الفقاص، ما تخليوهش متقارب. صافي ودهنت داك الوجه بيضه كامله ودرت معها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، ودهنت الوجه وزينته هكايا بالفرشيطه وتقبته كامل. حاولوا انكم تقبوه كامل. وبالنسبه لطريقه الطياب، كتدخلوه الفران بارد، ما يكونش الفران نهائيا سخون، وكتبعدوا الفران الفوق على العافيه، ما كتقربوش العافيه، وكديروا نار مهيله مهيله. بالنسبه للفرن الكهربائي على 150 درجه، وبالنسبه للفرن الغازي كديروا نار مهيله مهيله مهيله، وكتبعدوا الطبسيل الفوق على العافيه. ومره كتبقاو كتنفسوا الفران ديالكم، ما كتخليوهش مشدود باش هكا ما كيتشققش معاكم. وكي كتخرجوه مباشره كديروه في شي فوطه فازقه وكديروا له ميكا باش هذاك الصهد ديالو كيرجع معاه. ومنين كدوز 4 ديال الساعات ولا 5 ديال الساعات كتجبدوا الفقاص ديالكم وكتقطعوه عادي، ما تخليوهش يبات. من الاحسن الا خفتوا انه يتهرس لكم ما تخليوهش يبات، غير دوز 4 ديال الساعات ولا 5 ديال الساعات غير يبرد الفقاص ديالكم، خرجوه وقطعوه باش هكا كيكون مازال فيه داك الرطوبيه وداك الفزوقيه ديال داك الفوطه اللي درتو، باش هكا ما كيتهرش لكم الفقاص. صافي وكتاخذوا شي موس يكون ماضي، ضروري يكون موس ماضي. خليو هكا شي موس يكون خاص بالفقاص، ما تقيسوش فيه نهائيا، شي موس يكون جديد ديال حاده. وصافي وكتقطعوا الفقاص ديالكم. شوفوا تبارك الله راه ما كيتهرش نهائيا. انا قطعته معاكم حداكم في الفيديو، انتم كتشوفوا كل شيء على عينيكم، راه ما كيتهرش نهائيا. وشوفوا بالكركاع راه كيجي غزال 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 الفقاص، كيجي في المذاق زوين وكيجي حتى في المنظر زوين وكيجي المهم غزال غزال بزاف. غير جربوا هاد الطريقه، انا راه ما بخلت عليكم حتى شي سر. وإلا ما عرفتوش شي حاجه ولا حرتوا في شي حاجه غير خليو ليا في التعليق، انا غنجاوب اي واحد. صافي من بعد منين قطعتهم استفتو في الطبسيل وعاود دخلته للفران اللي يكون مسخن على نار متوسطه من الفوق ومن التحت، باش هكا كيتحمر لينا دقه واحده من الفوق ومن التحت. صافي منين كيتحمر وكيذهب كتخرجوه وكتستفوه هكا في شي بلاطو. انا استفتو مع غريبه البهله. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنعطيكم الطريقه ديال البهله. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من النصائح، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وتعليقاتكم زوينه. واي سؤال اي استفسار اي حاجه حرتوا فيها مرحبا، غير خليو ليا في التعاليق. وبسلامه عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.